يختار كل منا فريقا يشجعه في كأس العالم، وغالبا ما يكون فريق بلده، وإذا خسر أو خرج من البطولة فلديه بدائل. طيب، ما رأيك بشخص كلما شجع فريقا يخسر؟ أتكلم جاد عن محمد الحجري من عمان، وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا المعروفين بالسلطنة بمقاطعه الكوميدية، يسمي نفسه مجومبا. المهم أنه لاحظ أنه كلما شجع فريقا يخسر في مباريات كأس العالم، والظريف في الموضوع أنه في كل مرة يعلن لا يحتفظ بهذا التشجيع في سره، إنما يلبس قميصا ويضع صوره على السوشيال ميديا ويقول سأشجع المنتخب الفلاني. ففي المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور محمد شجع العنابي، توشح بعلم قطر، فكان أداء العنابي ليس بالمستوى المطلوب، فخسر أمام الإكوادور ب2-0. جميل. الأرجنتين، هل هناك أقوى من الأرجنتين؟ تشجيعها مضمون على الأقل. يعني محمد إذا أراد أن يلبس لباس الأرجنتين في مباراتها مع السعودية، على الأقل يضمن أنها ستفوز. تبهدلت الأرجنتين، تبهدل ميسي ورفاقه أمام الأخضر ب2-1، فكانت أول خسارة لهم في كأس العالم. طيب، من بقي ليراهن عليه؟ البرازيل أمورها تمام في منافسات ربع النهائي، لبس صاحبنا قميص راقصي السامبا، ويلا يا سامبا ونيمار، فخرجت البرازيل من المونديال بركلات الترجيح، وتأهلت كرواتيا لنصف النهائي. أنتم ستحزرون عندما وصلنا إلى مباراة هولندا من شجع؟ صح، شجع هولندا، وإلا لما خرجت وفازت الأرجنتين عليها. فطلبه الإعلامي المغربي قبل مباراة البرتغال بارتداء قميص البرتغال لأنه يشجع أسود الأطلس. البس البرتغال، البس البرتغال، البس البرتغال الآن. السلام عليكم. اليوم البرتغال 2 كريستيانو، وتقول لهم هارد لك البرتغال. خلاص تم والله. لا تزعلوا، بلبس البرتغال عشانك. لا نقولها لك، عندي امل فيك انك حتقصيهم. خلاص بدأت تصدق الشيخ. صدقتني الحين؟ بدأت تصدق، خلاص بدأت تصدق. بالفعل لم يكذب الخبر واستمع إلى النصيحة، ارتدى قميص البرتغال ورقم 7 رقم رونالدو، والنتيجة تعلمون، الدموع التي ذرفها رونالدو بعد أن لبس من جنب قميص البرتغال. ماذا قال المغردون؟ كيف علق الجمهور؟ العمانيون. خالد الوسمي يقول لك إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم، فرصة لكم تستعينوا في موهبة مجنبة فنكوش المونديال. الحين يقول لك داود، الحين كيف نكمل نشوف مباريات كأس العالم ولا نتابع مجنبة وإيش يلبس ونعرف من يفوز؟ لدينا هذه التغريدة من رجاء تقول كل يوم يثبت لنا كمية النحوسية للي فيه، ومع ذلك مستمر وما حد فرحان غير سوق واقف. ونقول للي بعده هلال قال سلاح ذو حدين، لكل فريق يشجعه في النهاية هالشخص إنسان جميل ومرح عامل جو في هالبطولة. ولدينا هذه التغريدة من رضا المغربي يقول شكرا لك من القلب يا أخي، بالله الماتش اللي جاي البس تيشيرت فرنسا وأنا أخوك تكفى. تواصلنا مع مجومبا محمد الحجري وسألناه بأنك أنت ذا عصيتك في النحس، ألا تخشى أن يتشائم منك الناس في الحقيقة بعد المونديال؟ جزاكم الله بالخير قناة الجزيرة وبالذات برنامج شبكات، شكرا أول شيء لاستضافتكم. وردا على هذا السؤال، والله لا، يعني بالعكس أحس أنه يعني اللي في القلب ترى الفرق اللي أحبها، فألبس العكس، فأحسها حظ يعني، مع أنه هو نحاس.
لكن الحمد لله رب العالمين. ولا ما اتوقع والله، مع اني اسال بعض الاشخاص احيانا يوم يجوا يتصوروا معي يقولون ما خايفين يصير فيكم شيء، يطيح فيكم شيء من السماء. استغفر الله. الله يعطيكم الصحة والعافية.